زي ما حصل في مصر. تعالوا نشوف كده ونرجع تاني، بس ركزوا معايا وفضوا ودانكم قوي، ولو في دوشه جنبك خليها تستنى شويه الدوشه دي. اسمع الهتاف وارجع معايا تاني. اتفضل. اللقاء ده كان في الجزائر، كان لقاء ودي بين منتخب الجزائر ومنتخب فلسطين. كان الحضور فيه مجاني، حضر 90,000. ال 90,000 أكيد يعني دول جزائريين، أكيد هيشجعوا الجزائر. ممكن جزء منهم يشجع فلسطين والأغلبية تشجع الجزائر. انتوا عارفين كمان الشعب الجزائري متعصب لمنتخبه، تعصب يعني مشروع، يعني في أي حد فينا متعصب لمنتخب بلده. الغريب والعجيب، ولكنه ليس بغريب عن أهل الجزائر، ليس بغريب عن أحرار الجزائر، أن يكون هذا الهتاف لفلسطين. الشعب يريد تحرير فلسطين، وكان تشجيع الجزائريين اللي منتخب بلادهم بيلعب على أرضه مع منتخب فلسطين كان بيشجع فلسطين. نشوف الفيديو تاني كده ونرجع تاني، معلش نشوفه تاني وتالت، نسمع. عايزك تسمع وتشوف الجزائريين كانوا بيهتفوا بيقولوا ايه في ماتش بيجمع بين منتخب الجزائر منتخب فلسطين، وفلسطين احرزت هدف. كان اللي بيشجع مين وكان اللي فرحان مين؟ جزائريين ولا فلسطينيين؟ اللي قالوا عليها بعض الجهلة في مصر بلد المليون، عفوا لقيط، ولكن يؤكد أنها بلد المليون شهيد، ولكن يؤكد أنها بلد المليون شهيد. تحية للجزائر. في المقابل بقى في بلد عزيزة علينا كلنا اسمها مصر، فيها مفروض ان هم مصريين، مفروض ان هم يعني من الناحية الإنسانية مفروض ان هم شكل بني آدم وشكل إنسان، هم بتوع كورة، بس دلوقتي عاملين فيها سياسيين. ما دي الكارثة، ما دي النكبة. وبيطلع يتكلم عن فلسطين ويشتم في فلسطين وفي الشعب الفلسطيني، بل منهم واحد قال لك انا عندي استعداد العب في تل ابيب وما العبش في دولة عربية زي قطر، ايا كان خلاف اتفاق، ولكن الكلام هنا تل ابيب اصبحت مقربة لهذا البني ادم عن دولة عربية شقيقة. اسمع معايا تاني وركز وشوف الجزائر. تحيا الجزائر، عاش الجزائر، عاش الجزائريين. كده كده كده، يا جزائر يا جزائر يا جزائر. شعب الجزائر الشقيق اخوانا، هيفضلوا اخوانا، ومش بسبب شوية جهلة ايام ماتش مصر والجزائر ممكن شعبين يخسروا بعض. لا، شعب عربي، شعب شقيق بيتكلم عربي، وحتى لو ما بيتكلمش عربي، لو بيتكلم لويندي على رأي كلام باللويندي الاستاذنا الكبير الاستاذ سعيد اللويندي طبعا، اللي بحييه طبعا من هذا البرنامج ومن هذه المنصة على برنامجه الجميل، اللي انا شخصيا سعيد بيه جدا وسعيد بوجوده معانا في امجاد. استاذ قيمه وقامه كبيره الاستاذ سعيد اللويندي، استاذنا وشيخ من شيوخ مهنه الصحافه اللي بنتعلم منها كل يوم. فلازم ان انا طبعا يعني بمناسبه كلام باللويندي لازم اوجه له تحيه، تحيه للاستاذ العزيز. الشعب الجزائري تحيه ليكم، شعب الجزائر الشقيق، شعب فلسطين، شعب يريد تحرير فلسطين. كلام جميل نختم بيه حلقه النهارده من ام الدنيا
على امل بلقاء جديد يجمعنا بكم في الحلقه القادمه في مثل هذا الموعد. الى هذا الموعد تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل بالكامل. هذا هاني الدباني يحييكم والى اللقاء. انت ام الدنيا دي.